معلومة جديدة على الموضوع. تفضل. نزلت وزارة الخارجية السنغالية اعتذار من المغرب، اعتذار رسمي عن تصريحات الاتحاد. والله حمد شو ردك الحين؟ انا شو قلت البارح ابو منصور؟ الكلام قلته مثل ما رد الاتحاد المصري على الاتحاد المغربي. هذا الموضوع لازم عشان ما تصير سياسة دول وما دول، لازم يتكلمون كذي. شوف بقول لك نقطة، لا دقيقة، بقول لك نقطة مهمة جدا. ترى وزارة الداخلية أو الحكومة كلها الحكومة ليس لها الحق أنها تتدخل في شغل الاتحاد كرة القدم. ما لها شغل لا من قريب ولا من بعيد. هو يتصرف من كيفه. احنا شو اللي وقفنا احنا 3 سنوات ونص؟ شو اللي وقفنا غير تدخل حكومي؟ وراحوا اشتكوا على الشغله هذه لانها ما تنفع، ما تصلح مع اشخاص، وتوقفنا 3 سنوات. هذا الصحيح. تخلي اتحاد شو اسمه لما طلع البيان الاتحاد السنغالي، ليش انا اخذته كامل الاهميه؟ لانه هو بالعربي يقدح من راسه. خلاص هو الرئيس، ما في احد فوقه. هذا نظام الفيفا. تفضل. زين. اللاعب السنغالي السابق هذا قال لي يا محمد هذه تبريرات من الاتحاد السنغالي. بالعكس انا عندي ربعي لعيبه المنتخب السنغالي الحاليين الموجودين عمرهم ما اشتكوا من المغرب، ولا اشتكوا من الفندق، ولا اشتكوا من الاستضافه، ولا اشتكوا بشيء. بالعكس يوم الاستقبال وركز على الكلمه اللي بيقولها لانها فيها ضروره. الاتحاد السنغالي والاعلام السنغالي والمتحدث السنغالي هو اللي اعلن توقيت وصول البعثه السنغاليه للرباط وعن طريقه القطار. فالزحمه اللي صارت سببها الرئيسي للمتحدث الرئيسي باسم الاتحاد السنغالي والاعلام السنغالي والاتحاد السنغالي، هذا من شخص سنغالي، ما بقول لك مغربي، سنغالي. ليش يعني منصور انت قصدك المسؤوليه ليش؟ ما فهمت يعني شو ليش يعني انا فهمت يعني معناه انه هو صرح وخلى الجمهور السنغالي يتجمع هناك. صحيح. بس ما يبغى له يعني. منصور معنى الكلام انه السنغال او الاتحاد السنغالي الرسمي باسم جهز شماعه نعم جهز شماعه الخساره في حال خسر بيقول يعلق عليها فشله اذا خسر النهائي. اذا خسر هنا. وانا الكلام قلته حق حمد البارحه يا ابو منصور والله. نعم قلت له هاي مبررات قبل الخساره. ترى اذا فزت سكت، اذا خسرت ترى انا قلت لكم الموضوع كان 1 2 نجهز الدواء قبل الفلع. شو رايك يا استاذ حمد؟ هذا الكلام يعني احترمه، بس والله مو مقتنع. يعني مش مقتنع من لاعب سابق في منتخب السنغال. لا متابع للاتحاد. كلام انا مصدق كلام ان هذا اللي حصل، ولا طلع المندوب او المتحدث الرسمي واعلن عن موعد الرحله. بس كذلك ما كان في تغطيه امن لهم، ما كان موجود. حمد كيف ما كان حمد ما في شرطه. ابو عمر دقيقه. ابو عمر يا حمد، المحطه هذه قطار البرق الجديد هذا والمحطه هذه اقل شيء يكونوا حاضرين فيها 300 400 الف. انت كم تبع عدد الامن الحاضر فيها؟ يعني 400 الف من الامن حاضرين. اللي كانوا حاضرين تقريبا 15 شخص من الامن. هل سوى اغتيال، اختطاف، اغتصاب؟ هل صار اطلاق ناري في المحطه؟ ما صار شيء حمد. بالعكس البعثه طلعت من القطار وصلت معسكر المنتخب السنغالي. وعلى فكره اليوم حمد، عشان نحن دائما نكون، انت حمد دائما تقول لازم تكون المساحه البث هذا طاهر وشريف وعفيف. اليوم
اللي اعترض على موضوع الملعب هو الاتحاد السنغالي، مع ان المفروض الاتحاد السنغالي اصلا ما له علاقه بهالملعب، ملعب محمد الخامس مفروض يلعب في ملاعب ثانيه. المغرب جهزت له كل شيء، حتى الفندق اليوم حمد ساكنين في فندق 5 ستار 5 نجوم. في احلامه، في حلمه التاريخي، في حلم اللاعب السنغالي انه يسكن في فندق 5 ستار. فحمد التجنيات من الاتحاد السنغالي بخصوص هذه، ومن شهادة لاعب سابق سنغالي حاليا متواجد بالامارات برا الاتحاد الافريقي وبرا الدولة المستضيفة، ولكم التقييم. ابو منصور خلينا نرد على هذا اللي يقول والله الصحفي مالي اغتال في الفندق. يا ريال الصحفي المالي كان مريض قبل لا يجي. يا اخي انا مستغرب انا الناس تتكلم عن الصحفي، يعني احنا العالم كله ودروا الدنيا كلها ويو على الصحفي، يعني الكلام الفارغ هذا. انتم لازم تحطون مبررات يا اخي، ما تبغون تقولون انه يوم منتخبك يكون سيء. يا اخي قول منتخب كان سيء يا اخي، ليش ما تتكلم هالكلام؟ يعني انا استغرب من بعض الاخوان يا اخي يحسسونك انهم ما شيء عاده. يا اخي اذا منتخبك سيء اعترف انه قول منتخبك سيء يا اخي، لا تعق بلاويك على الفرق الثانيه ولا على الدول الثانيه. قله الادب هاي اللي موجوده صراحه، مع احترامي.